السوق الشرقي لقيت بازار ولفت نظري الأعمال الفنية التحفة دي، فنخش نصور كده مع صاحبة الأعمال الفنية الحلوة دي. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، أهلا الشرف ليا. أهلا بيكي، أتعرف عليكي. انا سانتي اسحاق، ليا بيج على انستجرام وفيسبوك اسمها سانتي ارتستري. انا برسم من وانا صغيره، الموضوع عندي هوايه. درست سنه في تربيه فنيه الزمالك وكانت من اجمل سنين حياتي، ولكن لمشكله صحيه حولت من الكليه. ولكن حبيت ان انا بعد انقطاع سنين ارجع تاني، الشهرين اللي فاتوا ابدا تاني في الحاجه اللي بحبها من وانا صغيره، لاني كنت سبت الموضوع وسبت حاجه بحبها قوي. بعمل نوع مختلف من اللوحات ومن الفن، بس كله مودرن ارت. المودرن ارت مثلا ممكن اللوحات اللي ليها علاقه بالجزء ال 3 دي البارز، او الاكريليك بورينج. دي لوحه اكريليك بورينج، ده نوع من الفن بنسيب فيه حريه ومساحه للون انه يتحرك زي ما هو حابب ويدي تعبير ويدي احساس باضافات ولمسات مني. وده تكتشر ارت، ده فن بارز. ودي وراها قصه، والقصه دي تقدروا ان انتوا تسمعوها وتشوفوها عندي في البيج بتاعت انستجرام وفيسبوك، عن شق بحر صوف والنبي موسى، كان ده الالهام منها. ودي كمان من الفن البارز، ده كله موديلينج بيست، معجون بارز، يدي واقعيه وطبيعيه للموضوع اكتر، وليها برضو قصه، وقد ايه ان احنا نكون احنا نور واحنا سلام، حتى لو في ضلمه او في اي الم او في وجع حوالينا نفضل احنا منورين وسط ده. ودي كمان لوحه بالوان اكريليك وورق ذهب، وهنا كمان في ورق ذهب ونفس النظام هنا. بحب قوي استخدم لمسات الذهب، بتدي فخامه اكتر لاي لوحه ممكن تضاف في ريسبشن، في بيت، في مكتب، او جفت لحد يكون بيجهز شقته. فبقدر كمان ان انا اكستمايز اي مقاس او اي حاجه احنا حابين ان احنا نعملها سوا. بتتواصلوا معايا على رسائل الصفحه، وبقدر ان انا اساعدكم في ان احنا نوصل لاحسن حاجه تكون جزء من بيتنا، لان الفن هو مش مجرد لوحه متعلقه، هي حياه وحكايه وقصه كل حد بيشوفها بطريقته وبتعبر عنه في حته معينه. بص يا سنتي، طبعا يعني انا بحييكي انك بتجتهدي وبتحاولي ان تفتحي اسواق جديده وبتنزلي بازارات. في الحقيقه عايز اقول لك ان في كتير جدا بيتابعوني على الصفحه وبيبعتوا لي يقولوا احنا مشكله التسويق، ما بنعرفش نسوق. احكي لنا بقى انت بتسوقي شغلك ازاي؟ انا بحاول ان انا اكون طبيعيه، واحاول ان انا كل فيديو عن التاني يكون مختلف. في فيديو يكون فيه حاجه ملفته او اللوحه على طول بعد ما خلصت، فيديو تاني امشي فيه البروسيس او الخطوات وانا بعمل اللوحه. ده بيكون شبه قوي الاي اس ام ار، ده نوع من انواع الفيديوهات المريحه للاعصاب، ان حد يتفرج على الخطوات اللي بيخلص بيها منتج معين او بيتصمم بيها، وبحكي عليه قصه يكون فيها انسبيريشن او الهام او حاجه انا محتاجه ان انا احكيها. فابقى بقدم شيء مجتمعي او اجتماعي مفيد ونفسي، وفي نفس الوقت بقدم الفن بتاعي للي مهتمين او حابين. ولسه لانه انا بقالي شهرين، ف يعني الفيوز كويسه وفي تفاعل الى حد كبير، ولكن لسه ان شاء الله يكون احسن من كده. ربنا يوفقك وان شاء الله. طبعا يعني لكل مجتهد نصيب، وربنا إن شاء الله هيراضيك ان شاء الله، لان انت بتسعي وبتشتغلي وانا شفت صفحتك على الانستجرام عامله مجهود حلو. شكرا. وبتنزلي بازار لا هايله بصراحه. انا شرف ليا ان انا اتعرفت على حضرتك. عايز اقول لحضرتك انت فخر للشباب المصري. شكرا. لان فعلا يعني انا شخصيا بيعجبني جدا الشباب المجتهد اللي ما تقعدش تقول لك لا دي انا مش هعرف، التسويق صعب، لا ده مش، ويفضل بقى يعقد في نفسه. لا شكرا ليكي. شكرا. بجد من كل قلبي بحييكي وشكرا. شكرا لحضرتك لانك بتهتم بالفن وبتقدم كمان رساله حلوه قوي. واحنا مش عايزين فن يموت في مصر، مش عايزين كل حاجه تبقى تكنولوجيا حديثه وما يكونش لسه فيه الروح واللمسه بتاعت ايدينا، ونبطل نبقى بنشتغل بايدينا. فشكرا انك مقدر ده، وان حضرتك وقفت وساعدتني، يعني شكرا جدا. انا سعدت بيكي جدا. قولي بقى ارقام تليفوناتك، الواتساب اللي انت عايزه تقوليه، الناس تتواصل معاك ازاي؟ قوليهم. اوكي، ممكن يتواصلوا معايا على انستجرام وفيسبوك، ولو احتاجنا ان احنا نظبط حاجات معينه محتاجه ديتيلز اكتر يبعتوا لي على رسائل الصفحه، اقدر ان انا اقول لهم في رسائل الرقم الشخصي بتاعي. بس كده. طب قولي الصفحه بتاعتك. سانتي ارتستري، SANTY
TITRY. يعني ممكن كمان حضرتك تعمل لي منشن او نحط أوكي. اسم الصفحه كمان. شكرا. اوكي، اعمل لك منشن ان شاء الله، وشكرا ليكي وربنا يوفقك. شكرا لحضرتك. تحياتي.